يشرفني ويسعدني افتتاح هذه الدورة الاستثنائية. بداية نشكر الحضور الكريم على تفضلهم بحضور إشغال هذا الاجتماع. وقبل الشروع في دراسة جدول أعمال هذه الدورة، كما أغتنم هذه الفرصة لتقديم تهنئة لكافة مكونات المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعنا هذا ينعقد بناء على مراسلة السيد العامل الإقليم لدراسة النقطتين التاليتين. الدراسة والمصادقة على إبرام اتفاقيات شراكة من الجمعيات والتعاونيات المنتقات من طرف اللجنة التقنية الإقليمية في إطار برنامج أوراش عامة ومؤقتا للإقليم في نسخته الثانية برسم سنة 2023. بالنسبة للائحة الجمعيات والتعاونيات المنتقات إنجاز برنامج أوراش 2 في أوراش 2 جاء كالتالي: تعاونية بيوحة، الورش المحصل عليه النظافة وصباغة الأرصفة بالمنطقة الشمالية مدينة أسفي. جمعية فرح للتنمية المستدامة، الورش المحصل عليه النظافة وصباغة الأرصفة بالمنطقة الوسطى لمدينة أسفي. جمعية مشرق أسفي للتنمية المستدامة، الورش النظافة وصباغة الأرصفة بالمنطقة الجنوبية لمدينة أسفي. جمعية الخير ذوي الاحتياجات الخاصة الاهتمام بنظافة وجمعية شاطئ تفتاش المدينة. جمعية نداء الخير الاهتمام بنظافة وجمعية منتجع راس الفعال كورنيش سيدي بوزيد. جمعية عقبة المنى في التنمية المستدامة، تنظيف المقابر وإزالة الأشجار الضارة. جمعية مفتاح الخير للمرأة الجازولية، صيانة الحدائق العمومية بمدينة جازولة. تعاون الرحماني، تهيئة تنظيف مركز بتزولة. جمعية القوس والمحافظة على البيئة، تهيئة المقابر. جمعية الأيادي الحرفية للتنمية بجمع سحيم، صيانة الحدائق العمومية بجمع سحيم. جمعية الصقور للبيئة والتنمية والعمل الاجتماعي، نظافة مركز جمع سحيم والسوق الأسبوعي والشوارع الرئيسية والنقاط السوداء وتنقية المقابر. جمعية الرحمة للبيئة والتنمية والتضامن، تهيئة وتنظيف مركز سوارية قديمة وخميس ولا الحاج. جمعية سوارية قديمة للتنمية والرياضة، نظافة الشاطئ محيط الميناء والمساحة الخضراء والكورنيش. جمعية رشاد تنمية العالم القروي، نظافة شاطئ البدوزة وصباغة الأرصفة. جمعية النهضة لتنمية الفتيات القروية، نظافة مركز بدوزة وتنقية المقابر بتراب الجماعة. التواصل وممثلي المصالح الخارجية. سيد الرئيس، كنتمناو هذه العملية تتم إن شاء الله كيف ما تمت العملية السابقة في النسخة الأولى ديال الأوراش. بغينا إلا كان ممكن سيد الرئيس نبدلونا باللائحة إلا كان ممكن ورقية باش نقرروا هذه إطار ديال التعامل معهم. شكرا سيد الرئيس. والأعضاء باقي الحضور الكريم، فيما يخص التدخل ديالي والرجال التالي بالنسبة لجمعية النور بالرياض، اللي هي على ما أظن تقوم بواحد المهام اللي هي تنظيف المقابر ماشي هنا. بالنسبة للجمعية اللي استافدت من المرة السابقة، هي قامت بهذا الدور هذا. بغينا نزيد لنا الجمعية باش تكلف لنا بالنفايات بالنسبة للمركز. أما بالنسبة للمقابر ما كانش الشيء العام، أنا بغيت في عشب في المقابر من الأحسن ندخلوا لها النفايات حتى أحسن. وشكرا سيدي الرئيس. ورحمته تعالى وبركاته. مولاي صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين الرسول الكريم نصركم الله ودام عزكم وخلد بالصالحات بكم. بمناسبة اختتام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لأسفي المنعقدة اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، يشرفني أن أتمثل من سيادتكم أصالة عن نفسي والنيابة عن أعضاء المجلس وسكان الإقليم أن تنوه على في رفع أسمى آيات الولاء والإخلاص مقرونة بمشاعر الوفاء لأمير المؤمنين حامي الوطن والدين صاحب جلالة الملك محمد السادس دام له العز والتمكين، معبرين لجلالته عن تعلقنا المتين بآداب العرش المجيد وتجندنا الدائم وراء جلالته فيما يقوم به من خطوات رشيدة وما يتخذ من مبادرات